ازيكم حبايبي. انا حابه اعرفكم بحاجه كده، يعني انا استخدمتها وعجبتني جدا. هو مش اعلان والله، ولكن هو دي سلاكه اسنان. كنت جايباها من الصيدليه، هي جميله جدا زي ما انتوا شايفين كده. حتى العلبه بتاعتها ما شاء الله متغلفه ونضيفه جدا اهي زي ما انتوا شايفين. انا لما استخدمتها حبيت ان انا اعرفكم بيها. يعني انا دايما لما بستخدم حاجه كويسه بحب ان انا اشارك يعني الناس بيها، لعل ربنا يكتب لنا الاجر والثواب. هي جميله جدا اهي زي ما انتم شايفين. احسن كتير عن السلاكه الخشب، لان السلاكه الخشب بتعور الاسنان، وبالذات للناس اللي اسنانها ضعيفه جدا واللي لسه عندهم ضعيفه فبتخر دم وكده. ولكن دي جميلة جدا، طبية كمان اهي زي ما انتوا شايفين. حتى العلبة مقفولة ازاي ونضيفة، بتتجمع الصيدلية، وعلى فكرة مش غالية خالص. انا مش فاكرة تمنها بصراحة، بس هي جميلة ومحكمة الغلق كمان. بصوا اهي بتتفتح من هنا، يعني انتوا بتفتحوا دي كده الغطا ده، وتيجوا هنا اهو. عايزة افتح لكم دي، طب استنى افتحها لكم وارجع تاني اهو. هنا بعد ما انا فتحتها اهي، هي كانت مقفوله جامد جدا فما كنتش عارفه افتحها. بصوا بقى ما شاء الله. بصوا هي بتبقى الوان كده يعني بيبقى شكلها حلو. بصوا عامله ازاي، وبلاستيك مش بتعور خالص. وطبعا انتوا بتستخدموها بحذر وبالراحه. فبصوا اوريكم، ده خيط طبعا عند الاجانب بيستخدموه علشان ينضفوا اسنانهم. بصوا عجبتني قوي، حتى الخيط جميل مش بيعور. وهنا ده سن برضو عشان لو عايزين تنضفوا اسنانكم بطريقة سهلة اهو. بصوا بصراحة وهي جميلة جدا، انا استخدمتها وقلت يعني اعرف الناس بيها، لعل حد مثلا يكون سنانه او لسه عنده بتتعور من اقل حاجة. فجميلة جدا لتنظيف الاسنان. غير كده انتي اصلا بتستخدمي طبعا الفرشة والمعجون، وبتغسلوا طبعا اسنانكم باستمرار. ودي جميلة جدا جدا والله وآمنة اهو. وتاني مرة، ده مش اعلان، هي حاجة انا استخدمتها وعجبتني فقلت اعرف الناس بيها. يعني اخد عليها ثواب مش اكتر. فيا رب يكون الفيديو البسيط ده عجبكم. دمتم سالمين بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.